السلام عليكم. كالعادة يا صديقي فيلمنا مميز زي كل مرة. بتدور أحداث الفيلم في الغابة مع الأب توم والابن جاك، وبنشوف وقتها توم وهو بيحاول يصطاد حيوان في الغابة، وده لأن الأجواء اتغيرت 360 درجة، وده طبعا بعد ما الكلاب السعرانة احتلت المدينة واستولوا على معظم سكانها وما تبقاش العدد قليل من البشر. ولكن الشيء السيء في الموضوع كله إن توم وجاك مش بيتكلموا أبدا، وده لأنهم لو اتكلموا الكلاب هتحس بوجودهم. المهم بنرجع تاني لتوم وهو بيفشل في اصطياد الفريسة دي، ونشوفهم بعدها هما بيقفوا قدام عربية في الغابة، وبيدخل جاك يفتش في العربية دي وبيلاقي فيها بسكوت فبيبدأ ياكل منه. لكن بيحس أبوه بخطر لما جاك بيضرب كلاكس العربية بالغلط، فبيجري لأن أكيد الكلاب هتيجي على مصدر الصوت، وبيركب معاه العربية ساعتها، وبنشوف طابور من الكلاب المفترسة وهي بتجري من جنب العربية، وبيوصلوا بعدها لبيت صغير مصنوع من الخشب في الغابة. ولما بيدخلوا جوه بنشوف وقتها أخت جيك وبتبقى مصابة من كلب مسعور في المكان، وبنشوف بعدها جيك وهو قاعد بيفك زنقته لكنه بيسمع صوت فبيبدأ يجري من المكان بسرعة رهيبة، وبيروح بعدها للكوخ. وقتها بيصحى ابوه بيتفاجئ بوجود ناس كتير جايين عليهم، وبيبدأ توم يكسر الكوخ من ورا ويهرب هو وعياله، وبيبدأ يخبيهم في مكان ريحته قذرة جدا. وساعتها بيواجه توم الناس دي لكنهم بيقدروا يخلصوا عليه، وبيشوف المشهد ده ساعتها جيك واخته. بعد كده بنشوف القائد اللي قتل توم وهو بيحاول يفتح على جيك واخته، لكن جيك بيشد الخشبة اللي بتبقى عليهم، وده علشان ما يقدرش الراجل ده يفتح المكان. وبنشوف الناس دي وهي بتشيل جثة توم وبيمشوا من المكان خالص. بعدها بيدخل جيك واخته للكوخ مرة تانية، وساعتها بيحاول يخلصها من العذاب ده وبيفكر يخنقها بالمخدة، لكن قلبه مش بيطوعه يعمل كده. فبيقرر جيك انه يطلع بره، وده علشان يبدأ يجيب علاج لاخته ويقدر ينقذها، لكن العلاج ده بيبقى موجود مع الناس اللي قتلت ابوهم توم، وطبعا الناس دي ما بتسميش على حد، وده لانهم بياكلوا لحوم البشر من كتر جوعهم. فتفتكر جيك هيقدر ينجح في ده؟ ولو عايز تعرف يا ريت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، وده علشان نعرف جيك وصل لايه. وبنرجع تاني لجيك وهو رايح يستكشف الغابة، وبيقع مرة واحدة، وده لان الجو بيبقى برد جدا عليه، وبيشوف بعدها طفل صغير وبيمشي جيك وراه، وبيبدأ الطفل ده يشوفه ويطلع يجري مرة واحدة، وبيوصل الطفل للمكان اللي بيبقى قاعد فيه هو وابوه. وساعتها بيقفل الطفل الباب، ولكن جيك بيكسر الباب ده وبيدخل وبيلاقي بنطلون فبيلبسه، وبنشوفه وهو بيقلع الراجل ده الجاكيت بتاعه وبيقول له كفايه عليك البطانيه يا حاج. ووقت ما كان جيك ماشي في الغابه بنبدأ نشوف بواقي جثه محروقه في الغابه، فبيعرف انها جثه ابوه توم، وبيبدأ جيك يحفر حفره صغيره وبيدفن فيها الجمجمه بتاعه توم ابوه، ويحاول بعدها يطلع لشجره عاليه، وده علشان يكشف المكان من فوق ويعرف مكان الناس دي فين. وبالفعل بيشوفهم لكنه بيقع من على الشجره في الحال وبيصرخ علشان تسمعوا الكلاب مره تانية. ولما الليل بيجي بنشوف جيك وهو ماسك غصن شجره وبيبقى مولع، ده علشان يواجه بيه الكلاب المسعوره دي. ولما بيطلع النهار مره تانية بيوصل جيك لخيمه موجوده في المكان، ولما بيفتح الخيمه دي بيشوف جثه شخص كان عايش فيها لفتره مؤقته، وبيلاقي شويه حاجات كده فيلمهم من المكان ويمشي. ولما بيكمل ماشي بيشوف واحده بتغسل سكاكين في بحيره موجوده، فبيبدأ جيك يراقبها من بعيد، وبيفضل جيك ماشي وراها لحد ما توصل للمكان اللي بيعيشوا فيه، وهناك بيشوف البراد بتاعهم اللي بينقي الميه. فبيبدأ المعلم جيك ياخد حجر في الغابة وبيبدأ يتحرك ورا الست دي. ولما بتدخل جوه الغابة بيبدأ بعدها جيك انه يدخل للحاوية اللي بيقعدوا فيها، وهناك بيدور جيك على الأدوية بتاعت أخته، لكن فجأة بتظهر ورا الست دي وبيقدر ساعتها يخلص عليها. بعد كده بيشوف جيك باقي الناس وهم جايين، فبيشغل دماغه وبيسحب الجثة في اتجاه شجرة موجودة في المكان، وبيبدأ يراقبهم من بعيد. وبنشوف واحد مصاب من الناس دي وده بسبب ابو جيك، وكمان بنشوف الولد الصغير اللي كان بيجري من جيك وبيبقى ساعتها متكتف، وبنعرف انهم بيجهزوه علشان يتغدوا سوا وكده. وبنشوف بعدها الراجل اللي قتل توم وهو بيمشي في الغابة لكنه مش بيشوف جيك وهو مستخبي، ونشوف راجل تاني رايح لنفس المكان لكنه بيلاحظ وجود الفاس بتاعهم على الارض، فبيبدأ يروح للرجالة وبيبدأوا انهم يدوروا على الجثة بتاعت الست اللي جيك قتلها دي، ولكن مش بيشوفوا جيك للمرة المليون. المهم بيبدأ جيك يخفي الست دي بورق الشجر، وبيبدأ بعدها يتحرك لحد ما يوصل للراجل المصاب، وبيدخل وقتها علشان ينام، وبيحاول جيك ينقذ الولد الصغير لكنه بيصرخ. ووقت ما بيقوم الراجل المصاب ده علشان يشوف ايه اللي بيحصل بيكون جيك قدر يهرب الولد الصغير وبيبدأ يستخبى، وساعتها بيلاقي صندوق كده مقفول بقفل، ولما بيحاول يفتح الصندوق ده بيفشل ولكنه مش بييأس، وبيبدأ يستخبى تحت الحاوية اللي بيناموا فيها. وبنرجع لأخته وهي هتموت من العطش وبتقدر تشرب والحمد لله. ونشوف أكل لحوم البشر دول بالليل وبيشوفهم جيك وهم بيحرقوا في جثة الست اللي قتلها، ولكن بيلاحظ وجود مفتاح في رقبة الراجل اللي قتل ابوه، فبيقرر انه يدخل وقت نومهم ويحاول ياخد المفتاح من الرقبة. فبيفتح الباب وبيدخل وبيبدأ يولع كبريت، وده علشان يكتشف اللي موجودين في المكان. وبالفعل بيقدر جيك انه ياخد المفتاح من رقبة الراجل ده، وبيطلع ساعتها ويفتح الصندوق اللي موجود، وبيلاقي فيه جيك ادوية اخته وحاجات تانية كتير. فبيبدأ ياخد الحاجة دي كلها في الشنطة ويروح عشان يقفل على الرجالة دي بالقفل، وساعتها بيطلع يجري من المكان ولكن بيخبط
بيخبط في جرس بيبقى موجود، فساعتها بيصحى الراجل وبيبدأ يكسر الباب ويطلع هو وباقي الناس علشان يجروا ورا جيك. ولما بنرجع لاخته بنشوف صوت كلاب سعرانه بره الكوخ بتاعهم، ونشوف اخته هي خايفه جدا من الصوت. وبنشوف جيك بعد ما قدر ينجح في الهروب من الناس دي وبيدخل وقتها البيت الطفل اللي انقذه، وساعتها بيشوف جيك جثه الولد الصغير في المكان، وبتبقى الكلاب واكله كل حته في جسمه حرفيا. فبيطلع جيك وهو مزبهل باللي بيحصل علشان يتفاجئ بعدها وهو سرحان بواحد من العصابه دي وهو بيضربه على دماغه، وبيبدا يقع على الارض ويفقد الوعي. ووقت ما بيفتح بيشوفهم وهم شايلينه هيلا بيلا وهو متكتف. ولما بيحاول يمسك السكينه الصغيره علشان يفك نفسه بيبدا الراجل اللي قتل ابوه يرميها برجله لقدام، ولكن بتيجي فكره لجيك انه يستخدم صفاره بتبقى جنبه، وده علشان الصوت يوصل للكلاب فتيجي للمكان. وبالفعل بيبدا يوصل للصفاره دي ويصفر بيها على اخره، وساعتها بنشوف الكلاب دي في كل حته وبتبدا الناس كلها تجري. ووقتها بيضحي واحد منهم بست موجوده معاهم، وده علشان الكلاب تاكلها ويتلوى عنهم. وبنرجع لجيك وهو بيستخبى من الكلاب دي وبينجح وقتها انه ينقذ نفسه من الموت، وساعتها بيوصل لشجره وبيستريح جنبها، وده بعد ما يلبس هدومه مره تانية. ووقت ما بيدوروا بيشوف واحد جيك وهو قاعد جنب الشجره، ولكن لما بيروح بيتفاجئ انه جاكيت علشان ينزل جيك عليه من فوق الشجره ويقدر يخلص عليه، وبعدها بياخد هدومه ويلبسها جيك. وبنشوف بعدها واحد تاني هو بيشوف جيك بيجر جثه الراجل ده، ولكنه بيعتقد ان اللي بيشد الجثه بيبقى صاحبه. واول ما بيوصل لجيك بيبدا جيك يضربه بالسكينه في بطنه وبيموت هو كمان وياخد برضه هدومه. وبعدها بنشوف راس الافعى وهو ماشي وبيشوف وقتها جيك، وبرضه بيفكروا الراجل اللي معاه، وبيقدر وقتها جيك يطلع رامي السهام علشان يديله سهم في رجله يقع على الارض. ولما بيقرب منه جيك علشان يخلص عليه بيبدا رامي السهام ده يفلت من جيك، وبيفشل ساعتها انه يموته. وساعتها بنسمع صوت الكلاب في الغابه وبيبداوا يجروا هما الاتنين. وقت ما كان جيك بيتمشى بيشوف رصاصه واقعه على الارض، فبيبدا يطلع على مكان عالي كده، وهنا بيشوف فيت موجود في المكان من تحت. وبيبدا بعدها جيك يدخل البيت، وقبل ما بيدخل بيشوف جثه صاحب البيت موجوده في المكان وبيبقى جنبه المسدس بتاعه. بعد كده بنشوف جيك وهو بيدخل البيت ده، وساعتها بيلاقي سلاح وبيلاقي طلق كمان بتاعه، ده كده فل قوي. بعد كده بيبدا يشوف جيك حنفيه فبيجري عليها، وده لانه بيبقى ميت من العطش. وبعد ما بيشرب بيملى الازازه علشان يشرب اخته منها لما يرجع، وبيلاقي كمان اكل وبيبدا يعبي كل اللي يقابله في البيت، ولكنه بيحس بحركه في المكان. ولما بيطلع بيشوف الراجل اللي مش عايز يموت ده وزهقنا كلنا. المهم بيبدا جيك يرفع عليه السلاح، وقبل ما يضربه برضه بيلاحظ ان السلاح فاضي ومن غير طلق، فبيبداوا يضربوا في بعض هما الاتنين، وبيبدا الراجل ده يخنق جيك علشان يموته، ولكن بينجح جيك انه يزقه بعيد عنه، ويقوم بعدها يجيب المسدس ويضربه طلقه في نص دماغه. واخيرا بيوصل جيك لاخته، لكن الصدمه انه اول ما بيفتح الكوخ بتاعهم مش بيلاقيها فيه، فبيبدا يزعل جيك ويعيط. ولكن بنشوف اللي بيجي من وراه بيحط ايده على كتفه وبتبقى اخته وقتها. وبكده بيكون خلصت قصه المعلم جيك وخلص معاه فيلمنا. ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وده علشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري. وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي يا بطل، وسلام.